أنا مش عن الإعلام وش الإعلام، أنا عن مسألة المبدأ، لأنه ينبغي أن في جزيرة أحسن وكان وفلسفة. نحن من حيث المبدأ إلى أن جالسين هنا حتى يتم إطلاق شباب الثورة، هذا التزام كان لحكومة الوفاق. أيوه هذا وزير الطب بالوزارة يا أستاذ الله يحفظك. تمام الوزارة احنا جينا اسمع نحن مش احنا جينا الوزارة هذه من أجل أن ننجز الثورة وأهداف الثورة، ما جيناش مش نتمتع بمناصب ولا مراكز. أنا بكلمه هو أنا عملت اللي على لا لأنه هذا بالذات هذا الملف حملوه على وزارة حقوق الإنسان، حملوا وهو أيضا في إطار الشراكة مع المجتمع الدولي إلى أنه إطلاق. إذا خلاص أنتم أحرجتونا، يعني أحرجونا دكتور، أحرجونا نطلع في كل مكان، أحرجوا حكومة الوفاق وأحرجوا رئيس الجمهورية بهذا الملف. هذا التزام علينا، هذا التزام علينا ينبغي أن نقوم بإنفاذه. هذا الطويل هذا النص والله النص الطويل هذا يعني أرجع عليها وأقول لأنه مسألة إنفاذ قرار مسألة إنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية، مسألة المراوغات حق النائب العام لما نقول لك إنه هذا احتجاجهم غير قانوني. طيب ولما هذا السفيح عبد الجندي يطلع في القنوات الإخبارية ويقول هي تدافع عن المجرمين، هؤلاء مجرمين، يقول له أنت المجرم الذي أباح دم شباب الثورة. أي وفاق عن أي وفاق نتكلم وهم يربكون الوفاق؟ لا أنا بقول له إن هؤلاء مش مجرمين، هؤلاء شباب ثورة وهؤلاء الأبرياء ما في مجرمين لهم الذي يربكوا هذه المرحلة. وزير مش ليكور، يعني حملتوني هذا الملف من أجل أقوم بمعالجة هذا الملف. أنا وزير الثورة.